السلام عليكم اخوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم فيديو جديد ووصفه زوينه تكون صحيه واقتصاديه. المهم اللي شاف الفيديو شاركوه مع صحابكم وحبابكم باش كلشي يستافد. المهم هذا الفيديو خاص بعشاق نوتيلا، وكيجي زوين منه صحي منه اقتصادي، بثلاثه مكونات، ثلاثه فقط، كيجي زوين. المهم ما نطولش لكم الفيديو، نقدم لكم هذا الشيء. عندنا هنا الحليب القياس اللي نتوما بغيتو بزاف راه غديروا بزاف، بغيتو غير القياس راه غديروا غير شوي من الحاجه. المهم هي كتصبر وكتبحال النوتيلا العاديه. المهم عندنا هنايا الحمص بغيتو تخليو قشور تخليو، ما بغيتوش راه نتوما كل واحد واش كيعجبو. الحمص ضروري يكون مسلوق طيب، يعني يكون طيب. ها هو راه طيب، هانتوما الشيء راه طيب. هذا يسلقناه شويه الماء وشويه كيكه الملح باش ما يجيناش باسل، ها شويه الملح. والمهم عندنا هنايا الحليب، زلافه ديال الحليب، وهذه كاس ديال الحمص. هذا عمرناه، وهذه زلافه ديال الحليب. وغنديروا نطحنوهم، هادو ضروري نطحنوهم في مونينيكس. ومن بعد غنزيدوا عليهم الشوكولات دايب، اي ماركه تاع الشوكولات دايب. ها هي الشوكولات ذوبناه حتى هو غنزيدوه معاهم. المهم حنا غنطحنوا هاد المكونات بجوج، هذا وهذا والشوكولات حتى الاخر. ها هو دابا طحنا الحمص مع الحليب، غنخويو عليه الشوكولات وغنعاودو ندوزوه في مونينيكس. على الطريقه هذه درتو في هاد الجبانه، حيت هذه ديك الصغيره ما تخلطش ليا مزيان فيها، وغنعاودو نرجعوه باش يطحن لينا كلشي. هو راه كيجي حلو، ولكن الحلاوه ديالو ماشي مجاهده بزاف. نتوما الا بغيتو الحلاوه بزاف فايته تزيدوا السكر، ولكن بغيتو تزيدو خاصو تيذوب، اولا ديروا السكر كلاصي فيه من احسن باش مابقاش ديك الحروشيه ديال السنيده. صافي الشكلاط كيبقى بحال ديروا 3 دراهم ديال الشكلاط اولا 5 دراهم. صافي غنرجعوا دابا الخلاط ونطحنوا طحنه خفيفه ونرجعوا معاكم. ها هو طحناه الشكلاط مع الحليب مع داك الحمص. ها هو خايبه لكم هكا خاتر، يعني هذا غيدار في الثلاجه وغادي يزيد يتقال. ملي غادي نديرو في الثلاجه يبقى لينا ديك ساعتين اولا، المهم على حسب، حيت الشكلاط كيشد راسو. والحمص هو راه فيه كيطلق واحد سميتو ختوريه حتى هي كتشد في راسها بحال سميتو الزبده، بحال هكايا. المهم حتى الحمص راه حتى هو كيكون على هذا النوع. دابا ندخلو للثلاجه يشد راسو، وديك الساعه نرجعو معكم ونوريكم الطريقه ديالو كيداير. احنا رجعنا معكم اخوتي وخواتاتي من بعد ما بردينا داك الشكلاط في الثلاجه وداك الشيء. المهم راه كيجي على الطريقه. ها نتوما هي الشكل ديالو كي تيجي. ها ندير شويه في الخبز هكايا كيجي زوين وصحي وياكلوه الوليدات حتى هو. علاش؟ لا حيت فيه الحمص وكيطلع اقتصادي وزوين. المهم انا نديرو في هاد القريعه ديال نيت الشكلاط، كانت خوات لينا حتى نديرو فيها. والمهم نتمنى هاد الشكلاط يعجبكم. ها هو غنذوق هاد الخبيز اللي درت قدامكم نيت، غنعطيكم الخبار. اما نقول فيكم المذاق اللي جا داك الحمص وداك كيجي بحال شي مذاق، بحال فيه اللوز، بحال واعر واحد المذاق. مع المهم واحد تيجرب الحاجه عاد غادي يشوف المذاق ديالك كي غتجي. مذاق الحمص راه ما كاينش فيه كاع نهائيا. المهم انا درتو خفيف، عجبني خفيف، بغيتو خفيف. نتوما الا بغيتو يكون ثقيل بحال الشكلاط الاخر كيكون ثقيل، غادي ديروا الشكلاط بالزيت. انا درت غير 3 دراهم ديال الشكلاط، نتوما غديروا 5 دراهم اولا اكثر، اولا ديروا النوع تاع الشكلاط اللي كيكون مزيان. انا درتها تاع 4 درهم لانه درت اقتصادي بزاف. ايوا هادشي اللي كاين. المهم الحمص اللي ما كياكلوش ياكلوا في هاد الشكلاط.
الحليبي ما كشربوش يشربوه من ياكلوا في هذا الشوكولاته. هذا الشيء اللي كاين، ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم. المهم غادي ندير فهاد القريعه ونرجع معاه. ها هما دابا خوينا في هاد القريعه هذه. كما قلت لكم اللي بغاه ثقيل يزيد الشوكولاط والحمص، اللي بغاه خفيف بحالي راه يدير هذوك المقادير اللي وريتكم. هذا الشيء اللي كاين. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وشاركوه مع صحابكم وحبابكم باش كلشي يستافد. والسلام عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.